يعني كتابك في عدة نصوص جعلك بهيمة وجعلك جحشا من الجحوش. مساء الخير. ما هو دينك؟ مساء النور. دينك واسمك؟ روماني، مسيحي أرثوذكسي. تمام. رجاء تفضل يا بس روماني. الإجابة تكون يعني أنا هسأل سؤال لحضرتك ويا ريت يعني تجاوبني من القرآن، ما تجاوبنيش من حتة تانية. يعني أنا محتاج الإجابة تكون من القرآن نفسه، ما تجيبليش إنجيل وتقول لي لأن أنت حضرتك أصلا مش مؤمن بالإنجيل، فرجاء تكون الإجابة بتاعت حضرتك تكون من القرآن نفسه. السؤال أنت مؤمن باختصار بالقرآن؟ بسيط. أول شيء قبل السؤال، أولا حين تدخل هنا لا تشترط علينا كيف نجيب، هذا أولا. ثانيا نجيب بما نراه صوابا ولست أنت من تملي على الموحد كيف يجيب. ثالثا ما قلت هذه الكلمة إلا لأن الشبهة التي ستأتي بها موجودة في كتابك قطعا. ما قلت هذه الكلمة إلا أن الشبهة التي ستلقيها موجودة في كتابك، لذلك تخشى أن أخرجها لك من كتابك. رابعا نحن إيماننا ليس بالقرآن وحده بل بالقرآن والسنة والإجماع، فلا تملي علينا كيف نجيب، تسأل وتسمع، وأهلا وسهلا. تفضل يا روماني، تسأل السؤال وتكتم الصوت ولا تتكلم حتى أنتهي، إذا تكلمت يلتغى الحوار. حضرتك أنت كده بتكتب من عندك. حضرتك أنت كده بتكتب من عندك. أنا بحب أكتم، ما دام أنا بكتب طالع تمام، معايا أنا ليه؟ كده يعني أنا هسأل السؤال وأنتظر الرد معاك. ما دام أنا بكتب أنت بتطلع ليه معايا؟ تمام، أنا عايز أعرف أنا عايز أعرف المسيح، من هو المسيح وماذا تعرفه عن المسيح من القرآن. أنا ما بقولكش شبهات، أنا عايز أعرف من هو المسيح وماذا تعرفه عن المسيح من القرآن نفسه. جميل، تمام، انتهيت، هذا سؤالك؟ ده سؤال مبدئي. تمام، اكتم الصوت واسمع الإجابة. اتفضل، أنا ما بقاطعش حد. طيب اكتم الصوت لو سمحت. بالنسبة للمسيح عليه السلام في الإسلام وفقا للقرآن الكريم ووفقا للسنة، هو نبي من أنبياء الله عز وجل، نبي من أولي العزم من الرسل الخمسة كما قال بعض العلماء أو كثير من العلماء. ولد بشكل إعجازي دون تدخل بشري، فخلق بكلمة كن فيكون من مريم العذراء عليها السلام. ولدته وكانت أول معجزة له هي أن تكلم في المهد، تكلم في المهد، وكانت دعوته توحيد، وبارا بوالدته، وكان يحب الصلاة والزكاة طوال حياته. وشأنه شأن سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام، كان يدعو إلى التوحيد، وكان لا يستنكف عن عبادة الله تبارك وتعالى، فكان عبدا من عباد الله عز وجل. ثم كاد له اليهود ليقتلوه أو يصلبوه، فنجاه الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه، بل رفعه إليه سبحانه وتعالى. ولأنكم عبدتموه من دون الله عز وجل وافتريتم عليه وهو لم يقل لكم إله ولا طلب منكم العبادة أبدا حتى في كتابكم، لكنكم عبدتموه رغم أنه قال عن نفسه إنسان وابن إنسان أكثر من 80 مرة، فكان لابد أن ينزل مرة أخرى ليقيم عليكم الحجة. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. هذا باختصار المسيح عليه السلام وما أخبر به القرآن الكريم. وأخبر كذلك القرآن الكريم أنه علامة من علامات الساعة الكبرى. تكلم، تفضل. تمام.
انا بس يعني عندك ريبوستات تستهزئ بالإسلام؟ كبس تحت واحضروه. لا نحاور مسيئا للإسلام يا مرشوم. كاثوليكي كاثوليكي. سؤال، إذا أنت تسمح يا أستاذ تقيم النظارات تبعونك؟ اللي صنعها سوري مش أنتم. ده لا الموضوع. أنت ده الموضوع. اللي صنعها واحد صديقي سوري مسلم مش أنتم، لأن عارفة حيقول لي نزحها لأن إحنا اللي صنعنا الذرات. شيء حتى البقرة نحلب منها الحليب عادي، يعني مش معنى أن نستفيد من واحد شيء معناته هو صار ما شاء الله. يعني البقرة لما نحلب منها حليب ونشرب حليبها ونستفيد من حليبها صارت عاقلة؟ لا. فأنتم كذلك إذا استفدنا من بعض العلوم الدنيوية بتاعكم مش معنى أن أنتم على حق. البقرة تبقى بقرة حتى لو وزعت حليب على كل العالم، وأنتم تبقون مشركين حتى لو وزعتم كل شيء على العالم. فأنا عارف السؤال أصلا قبل أن يطرحه عن نظاراتك. لا، لصديق والله واحد سوري صنع حليب مسلم على أمام عيني، صنع حليب مسلم كان بيصلي معايا زيادة. يعني ريح عظامك، ريح عظامك يا مرشوم. بس ليش نزلتوه انتوا يا اخوان؟ المفروض طلعوه من جديد، طلعوه خلينا نشوفه. طلعوه. اكتب 3 يا ستيفان. تعال استيفان، عندي لك مفاجآت. تعال، احنا بس اعطيناك المقدمة فقط. سويت جزاك الله اشاره خيرا يا التكبير. خريا. انا نزلته. تعال يا استيفان عشان نشوف من اللي تقدم بالعلم اكثر. تعال. مسكته. المشكلة دينكم قال عنكم، كتابكم قال عنكم جحوش فرع، يعني في جحش يخترع شيء. وأنت شو كتابك يقول؟ ما عندك صوت. You have no voice. أنت كتابك شو يقول؟ اقتل اليهودي واقتل المسيحي واقتل الكافر. دقيقة بس، صوتي واضح يا إخوة. أنت سألت ماذا قال كتابك؟ قلت لك قال ولقد كرمنا بني آدم. كتابك قال عنك في سفر الجامعة لا مزية للإنسان على البهيمة فكلاهما باطل. وقال في سفر أيوب 11-12 أما الرجل ففارغ وعديم الفهم وكجحش الفرى يولد الإنسان. وقال في سفر المزامير الإنسان يشبه البهيمة. تمام، يعني كتابك في عدة نصوص جعلك بهيمة وجعلك جحشا من الجحوش، وجحش الفرى يعني الحمار الوحشي، هذا معناها. أما كتابي قال ولقد كرمنا الإنسان، أو ولقد كرمنا بني آدم، وقال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أما بالنسبة لقولك كتابك عن القرآن الكريم قال اقتل اليهودي والمسيحي، فأتحداك تطلع آية كهذه. فالقرآن الكريم أمر بقتال المقاتلين وليس على العموم يهودي أو نصراني. فالمقاتل من اليهودي والنصراني نعم يقاتل. ما عندناش نحن من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الآخر كما عندكم في دينكم الذي علمكم المازوخية والذل والاستمتاع بالضرب. نحن ديننا نعم علمنا العزة وعدم الظلم. فالقاتل يقتل والمقاتل يقاتل، كان يهوديا أو نصرانيا. حتى لو كان مسلما معتديا يقتل. لكن تعال أنت، كتابك بماذا أمرك؟ اسمع الإجابة. كتابك بماذا أمرك؟ كتابك إلهك في كتابك في سفر صموئيل الأول الإصحاح 15 والإصحاح كامل أمر بقتل الرضع والأطفال والنساء والشيوخ والحمير، خاصة الحمير انتبه لهم كويس، والغنم والبقر حتى انتبه لها كويس، يعني تهمك. ذكرت مليان بهايم. من هو اللي مليان بهايم؟ بيتك ولا من؟ لا، حضر واحد مثلك يا الله كبس تحت بهيمة. كتابك قال عنك بهيمة يا ابني. كتابك هو الذي قال في سفر الجامعة ليس للإنسان مزية على البهيمة. ايش دخلني أنا؟ والله يفتح كتابك يا أخ أبو سيف. موجود أنت؟ الأخ أبو سيف؟ نعم موجود. أعرض له النص بتاع سفر الجامعة ليس للإنسان مزية على البهيمة، عشان يعرف أنه هو ليس هنالك فرق بينه وبين كتابهم. يا جماعة والله كتابهم ما لي علاقة.
كتاب وصفهم بذلك. مزية على البهيمة. أيوه تفضل. يلا. سفر الجامعة 3:19. اقرأوا أمامكم يا إخوة. شوف، فليس للإنسان مزية على البهيمة. طلع له معلش سفر الكلية، قصدي سفر الجامعة، طلع لهم عشان يشوفوا. أيوة، سفر الجامعة 3:19. أيوة. جحش أكيد. وطبعا يعني هذا فقط يعني هذا نص من النصوص، هذا نص من النصوص. فكتابك يا نصراني هو من قال ذلك، وما علاقتي أنا؟ يعني أنا أنقل ما قاله كتابك. يلا، إذا في نصراني يريد أن يحاور يكتب 3. أنا أشكرك والله على شيء واحد، إنك أنت نشطني. كنت على وشك إني أنام يعني، لكن نشطتني حقيقة. فأشكرك يا من قال عنك كتابك فليس للإنسان مزية على البهيمة. لما هذه مسلمة ولا نصرانية؟ لا انا شاب مش بنت. مسلم ولا نصراني أنت؟ انا مسيحي مش نصراني. البابا شنودة قال عنك نصراني. انا ما بعترف بالبابا شنودة. انا بدي اسالك سؤال انت تعال اصبر. تعترف بكتابك الذي قال كلمة نصارى؟ انا بدي اسالك سؤال لك انت، بس بدك بتعترف بالكلمة؟ تعترف بكتابك الذي قال في سفر أعمال الرسل شيعة النصارى؟ تعترف بكتابك؟ انا بدي اسالك سؤال انت، بس بدك بتعترف بالكتاب المقدس انه محرف، بس بدك يا ابني انت اول شيء انت داخل بحسابك ولا بحساب اختك ولا بقريبتك ولا ايش بالضبط؟ ما دخلك بحساب مين. انا عندي سؤال لك انت. الحساب كله متعري يا رجل، ما ادري تقع اخته ولا حبيبته ولا ما ادري ايش. المهم، ماذا تريد ان تقول؟ تفضل. ماذا يا... انا بدي اسالك سؤال انت، بس بدك بتعتبر الكتاب المقدس محرف، وبس بدك بتستعين منه بايات وبتهاجم فيها المسيحيين. فانا عندي سؤال لك، الكتاب المقدس محرف ولا مش محرف؟ حاضر سأجيبك. تعال، انت لبناني صح؟ لهجتك حلوه لبنانيه. بدك ما دخلك، ما تفتح مواضيع شخصيه، جاوب على السؤال. اسكت يا جحش الفرا، كما قال ما حدا امشي كبس تحت. امشي. ما حدا غير ابوك جحش. امشي داهية تشيلك. قليل ادب. طول في لسانك على موحد. بما انك لبناني، جحش فرا هذه قالها كتابك بالمناسبة ولست أنا، في سفر أيوب 11:12. أما الرجل، لا هذه نحذفها. أما الرجل خلينا نبدأ، مش موضوع اللي يدخل باسم لما مش رجل، هذا داخل بحساب أختك، هذا شيء آخر. خلينا ناخذ نهاية النص. وكجحش الفرا يولد الإنسان. وكجحش الفرا يولد الإنسان، هذا كتاب من؟ كتاب النصارى. كتاب النصارى. كتابك هو الذي قال عنك ذلك. أما بالنسبة للتحريف، بما أنك أنت لبناني وأنا أحب لبنان طبعا، حاجيب لك كتاب لبناني ومختوم وموزع في لبنان ومن كنيسة لبنانية تقول إن كتابك محرف. إيش دخلك؟ ها؟ إيش دخلك؟ قال طيب أنا ماليش دخل. شوف كتابك له دخل ولا لا؟ كتبكم. ها؟ شوف يا إخوة، هذا كتاب اسمه، ولا خلينا نطلع التحريف أولا بعدين. شوفوا يا إخوة، اقرأوها. وهي، اكتبوا لي في التعليقات لو سمحتم، وهي تحريف ناسخ ليدفع تهمة الجبن عن يسوع. في الأعلى هنا قال وهي في أول السطر لن أصعد، من عند لن أصعد، قراءة أخرى لما أصعد، وهي تحريف ناسخ ليدفع تهمة الكذب عن يسوع. طيب من الذي قال تحريفنا؟ أغلقنا الكتاب، فتحنا الغلاف الخارجي، الكتاب المقدس العهد الجديد. طيب نفتح أول صفحة. أول صفحة ماذا تقول؟ وين طبع؟ كلية اللاهوت الحبرية، جامعة الروح القدس الكسليك في بيروت في لبنان.
يعني كتابك هو الذي قال أنه محرف، علماؤك هم الذين قالوا أنه محرف. أضف إلى ذلك حين أستدل بكتابكم لا أستدل به على أنني مؤمن به، وإنما أستدل به أنه حجة عليكم، حجة عليكم. يعني أنتم لما تستدلوا بالقرآن الكريم مثلا تؤمنون به، أنت بتعرفش حتى أصول المناظرات. الاستدلال بما يؤمن به الخصم لا يعني أنني أنا مؤمن بما يؤمن به الخصم، وإنما هذا لمحاججة الخصم. لكن كما قال كتابك في سفر الجامعة: فليس للإنسان مزية على البهيمة. منين حتعرف أصول المناظرات وانت هكذا قال عنك كتابك؟ مشاركاتكم يا إخوة ودعمكم للبث ليصل للآخرين، الله يبارك فيكم. نرفع البث أكثر وأكثر عشان يجونا النصارى. أهلا وسهلا يا نصارى، يا مرحبا يا إخوة. يا ريت تبدلوا، بدل اجلد ارشم، ولا تقولوها إلا للشتمين فقط، فإن المحترمين من النصارى نريد إرشادهم للحق ونحترمهم. وكذلك أطلب من جميع المسلمين، سألتكم بالله يا إخوة، إذا رأيتم نصرانيا طالبا للحق هادئا محترما لا تسيئوا له في التعليقات ولا تهاجموه، بل رحبوا به وعاملوه بالإحسان. هكذا علمنا ديننا. أما الذي يشتم الإسلام ويسيء للإسلام فهذا تعرفوا تتصرفوا معه أنتم.